سلام سلام، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا اليوم من أيام رمضان الكريم. إن شاء الله نلقاكم بخير وبصحة وعافية. كما راكم تشاهدوا في الصورة راح نديروا رولي. الرولي خيرته اليوم يكون خليط بين البطاطا والكورجات، هكذا يكون فيه تنويع. هكذا قطعيهم اون رونديل في البابي كويسون، تحطي واش عندك فروماج. انا درت ميلونج بين فروماج روج والشيدار والكريه، واش عندك ديري. والبطاطا اللي قطعتها اون رونديل راح نحطها ولا نستفها بهذا الشكل. وباش نعطي جو مليح الكورجات دردري عليها الملح والفلفل الكحل، وإلا عندك ولا دو بريفيرونس الثوم اون بودر. وبيان سور انا ما قليتهمش، خليتهم هكذا يتقلاو وحدهم في الفور برشا من تاع الزيت على الخليط ولا على البطاطا والكورجات. هكذا راح يكون بلا تاعي سريع وصحي، لانه راح نيفيتي الزيوتات كامل، وحتى ماشي مقلي ولا غير جابنين. غطيتهم بالبابي كويسون الا كان عندك الوقت، خليهم يطيبوا هكذا برك. والا ما عندكش الوقت، البابي كويسون والبابي الومنيوم راح يسرع لي عمليه الطهي في وقت قياسي. ونروح نوجد الحشو تاعي. راح ندير بالسلق والفيونداشي كمرحله اولى زيت زيتون مع حوالي 6 سنات تاع توم، ونحط عليه السلق المغسول والمصفي، نغطيهم حتى يذبل كامل السلق. من بعد راح نفتح عليه ونخلي السلق ينشف كامل من هذاك الماء. كي ينشف لي السلق راح نزيد عليه واش عندي فروماج بلون. تقدري تستعملي اللي فيه الثوم ولا فروماج بلون عادي نورمال. وهنا نروحوا للفيونداشي ولا دانداشي على حساب واش حبيتي. حبه بصله كبيره قطعتها مربعات صغار ولا حبيتي ترحيها، نديرها تدبل شويه مع الزيت، مع مغرف كبيره تاع زيت، ونحط معاها لا كونتيتي تاع الفيونداشي، ونخلي البصل تاعي حتى يدبل. نزيد عليه الفيونداشي، الملح، الفلفل الكحل، حبه كبيره تاع الطوماط نورمال، ومغرف تاع طوماط كونسونطري مع شويه عكري، نخلطهم حتى يدبلوا كامل ويتجانسوا. ونزيد عليهم المعدنوس ونخليهم حتى ينشف كامل هذاك الماء منهم، يقعد شويه برك تاع لاصوص.
هكذا الحشو تاعي راهو واجد. السلق بالفرomage راني أبليكيتو ديجا على البطاطا، ودوكا نزيد عليه الفيوند هاشي. أنا درت بقرقة تاع الفيوند هاشي ونرولي الكل. وهذه الرشة اختيارية ماشي لازم، تاع الفرomage ماشي لازم. قلت لكم سي بون نقدر نروليه فاسيلمون، راح يتنحى فاسيلمون من البابي كويسون لانه تحمر لي. كي خليت التحميره هذيك تاع الفيوند تاع الفرomage بلوتو مع البطاطا والكورجيت هكذا ويتنحى شغل تندع الورقه تاع البابي كويسون تندعت دونك يتنحى فاسيلمون منها ما لصقليش. ونديكوري واش حبيتي. انا فضلت نديكوري بهذا الشكل اللي راكي راح تشاهديه. وقبل ذلك اللي شاهد قناتي الأول مرة وعجبوا المحتوى تاع القناة نتمنى الاشتراك مع تفعيل الجرس ولايك. ومتتبعي المتتبعاتي الكرام نشكركم دائما على المتابعة والدعم اللي راكو تدعموا لي فيه. هذا هو الشكل تاعها النهائي، جات بنينة وخفيفة بزاف وهكذا بلا ما قليتها جات هايله اون ديغي مقليه نورمال. وبيان سور من بعد ما تروليها تدخليها للفور باش يذوب لك هذاك الفرomage اللي من الفوق. ان شاء الله تعجبكم. وهكذا نخليكم ونقول لكم صحه فطوركم، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.